معلش يا امجد بيه، جبناك على ملا وشك. حصل خير يا فندم. انا عايز اعرف بس هو انا هنا ليه؟ ده الموضوع بسيط. طليقة حضرتك حسين رمضان الهواري تعيش انت اتقتلت. ايوه سمعت، بس برضه مش فاهم ده يخصني في ايه. ما حضرتك لسه قايل طريقتي وانا ما اعرفش عنها حاجه بقالي مده. انت عرفت انها اتجوزت عمرو وصفي صاحبك وشريكك؟ اه يا فندم عرفت. ايه عرفت ازاي يعني؟ حد منهم قال لك ولا ايه؟ اخوها يا فندم اللي اسمه شريف، اللي انا ما كنتش عارف عنه حاجه اصلا. ازاي يا امجد بيه؟ يعني تروح تناسب وتتجوز ما تعرفش ان مراتك ليها اخ؟ لا كنت اسمع عنه بس ما كنتش قابلته قبل كده. ايه ده؟ هي كانت بتخفي عنك؟ تفتكر ليه؟ ما اعرفش يا فندم، من هيئته كده ممكن كانت بتستعر منه، او يمكن كان يعرف عنها حاجه ما كانتش عايز تتفضح قدامي. بوسينة كانت لئيمه مش سهله، اخذت مني اكتر مما تستحق بكتير. كلمة كبيرة أوي. تقصد إيه يعني؟ أخدت منك إيه؟ كل ما ممكن تتخيله، عربيه وفيلا وفلوس ووقت ومجهود واهتمام. كنت فين امبارح بالليل؟ كنت مع دينا يا فندم بنعمل شوبينج عشان السفر. دينا صاحبة طليقتك، حضرتك بتجهزوا عشان تسافروا. انا ودينا اتجوزنا يا فندم وكنا طالعين شهر عسل. ألف مبروك، ده أنت عريس جديد بقى. معلش جبناك في الصباحية عندنا هنا، يعني مساحة فيا المرة دي. أنتوا هتسافروا تروحوا فين؟ مالديف. مالديف، طبعا مالديف. أمجد بيه يعني يعمل شهر العسل لازم مالديف طبعا. وبوسينة الله يرحمها كانت عارفة بموضوع الجوازة دي؟ ما اعرفش الحقيقه، ما كانتش فارقه معايا انها تعرف. ليه هي مدام دينا مرات حضرتك دلوقتي كانت قطعت علاقتها بيها؟ ايوه يا فندم، كان بقالهم مده ما بيتكلموش. بسببك؟ بسبب ان بوسينة كانت مؤذيه ومشاكلها كتير. بوسينة اذت كل اللي حبوها. يلا الله يرحمها، الله يرحمها. ونبص على الله الرحمة. بقى بقول لحضرتك ايه، موضوع المالديف ده بس هنأجله شوية كده عشان احتمال نحتاج حضرتك كده ندردش معاك مرة ولا مرتين كمان. حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ لا يا